ولو فهمتوا ان الموضوع سهل وما كلكعتوش عليه وعقدتوا فيه، ده برضو مش هيقلل من قيمتك في حاجة يعني. النهاردة انا عايز افتح معاكم موضوع بيجيلي فيه انتقادات كتير. في ناس بتشتكي او بتنتقد فكرة ان انت تسهل على الناس الدخول في مجال الجرافيك، او ان انت تحاول توصل ان الجرافيك ديزاين ده موضوع سهل مش موضوع صعب، وسهل ان انت تكون جرافيك ديزاينر ومش لازم تكون فنان عشان تبقى جرافيك ديزاينر. في ناس بتنتقدني على الموضوع ده ليه؟ لان الناس دي حاسه ان انا كده هقلل من قيمتهم، او انا كده هسهل الموضوع على الناس، فاللي هم بيعملوه هيبقى ملوش لازمه، وكده انا ببوظ صوره الديزاينر اللي هو المفروض ان هو شخص فنان مبدع عايش في عالم تاني غير العالم اللي احنا عايشين فيه. فانا عايز ارد على الموضوع ده، يعني انا جاي النهارده ادردش معاكم، عايز ارد على الموضوع ده. انا في بدايه حياتي وفي بدايه دخولي مجال الجرافيك، وانا شخصيا شخص بادئ يعني من الصفر، مش بادئ صاحب شركه. يعني في ناس وقفت جنبي في البدايه عشان خاطر اوصل للي انا فيه دلوقتي، في ناس ساعدتني، في ناس هي اللي حطتني على بداية الطريق. فأنا كل اللي بعمله إن أنا بحاول برضو أشوف الناس اللي هي تايهة، اللي أنا كنت في يوم من الأيام تايه زيهم كده، وأحاول برضو أحطهم على بداية الطريق، أحاول أطمنهم شوية لو هم قلقانين، أحاول أديهم معلومات تكون صعب ان هم يوصلوا لها عن طريق مثلا الكورسات، او صعب ان هم يلاقوها كتير على اليوتيوب. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اساعد، مش اكتر من كده. فده ما يقللش خالص من مهنة الجرافيك ديزاينر، ده بالعكس انا بعتز جدا بالمهنة دي، وبعتز جدا بكلمة ديزاينر اساسا في حد ذاتها، لان الديزاينر ده شخص مصمم، يعني مخطط. يعني احنا لو بصينا كده لكلمة تصميم هنلاقيها مرتبطة جدا بكلمة تخطيط. فالجرافيك ديزاينر ده شخص بيصمم ويخطط للإعلان اللي هو عايز ينتجه أو للصورة اللي عايز يطلعها. فبالعكس احنا شغلتنا تعتبر من أرقى الشغلانات، لأن هي أساسا فكرتها كلها التواصل مع العقول. فأنا عمري ما هنزل من الشغلانة اللي أنا فيها، يعني أنا جرافيك ديزاينر، فأنا مش هقلل منك، لان انا لو قللت منك هكون انا بقلل من نفسي انا كمان. فعايز الناس تفهم النقطه دي. يعني انت لو ساعدت حد، او ناس لسه داخله المجال، او ناس مش فاهمه حاجه وانت ساعدتهم، ده مش هيقلل من قيمتك في حاجه. ولو فهمتوا ان الموضوع سهل وما كلكعتوش عليه وعقدتوا فيه، ده برضو مش هيقلل من قيمتك في حاجه. يعني ده دايما هيبقى حاجه تكبرك، مش هتصغر منك ولا هتقللك ولا هتقلل مجالك. ان انت تقول ان مجالي مثلا تقول عليه سهل، ما هو كل المجالات سهل على فكرة، بس هي محتاجة شوية ضوابط. هتلتزم في اي حاجة وهتجتهد فيها وهتديها وقتك وهتكون بتحبها وعندك ثقة في الله ومؤمن ان انت هتنجح فيها، هتنجح فيها. اي مجال على فكرة، كل المجالات سهلة، بس هي الفكرة انت هتدي وقتك وتركيزك ليه. فمحدش يزعل خالص من فكره ان انا اقول ان الجرافيك ديزاين سهل، او ان الديزاينر مش رسام، او الكلام ده. فكل دي حاجات بس بتطمن الناس وهي لسه داخله في مجال الجرافيك، عشان خاطر الناس في البدايه بتبقى تايهه. وانا شخصيا كنت من الناس دي، في يوم من الايام كنت تايه، محتاج بس حد ان هو يوجهني ويطمني في البدايه. لان هو فعلا، والله انا ما بضحك على حد، هو فعلا الموضوع سهل، مش محتاج غير تركيزك ووقتك. غير كده فما تقلقش من اي حاجة تانية. اي حاجة ممكن توصل لها، ومستواك هيتغير وفنياتك هتتغير، والديزاين اللي انت هتعمله النهاردة هتيجي بعد شهر تقول ايه اللي انا كنت عامله ده، وهتيجي بعد سنة ترجع للتصميمات اللي قبليها برضو شوية تقول انا ايه اللي كنت عامله ده. فما فيش حد بيبقى مبدع في يوم وليلة الا اذا كان عنده الموهبة او جايله ابداع من عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن في الاغلب الناس ما بتبقاش مبدعة من يوم وليلة. ابداعهم بيتكون عن طريق تغذية بصرية كتير وتجارب كتير وخبرات كتير، فبيبدأ في الاخر يكون افكاره الخاصة ويقدر يوصل لنتائج ابداعية كبيرة. معلش انا حاسس ان انا مرهق وانا بكلمكم في الفيديو ده، بس انا كنت حابب ان انا اطلع اتكلم معاكم. وفي برضو حاجه كنت عايز اتكلم فيها تانية، معلش انا اسف بره الموضوع، بس مهتم ان اتكلم فيها لان حاسس ان هي مرتبطه بالموضوع ده. الناس اللي خايفه من الذكاء الاصطناعي وحاسه ان هو هيدمر مجال الجرافيك او هيبوظ المجال ده، فانا عايز اقول لهم اطمنوا. لو المجال الذكاء الاصطناعي وصل لحاجات كتير جدا، فانت تقدر تعتمد على كسل الاخرين. فالناس كسلانه فعلا تعمل حاجات كتير،
فمش ان انت تقول للناس الحاجة دي سهلة او ان انت خش فيها تفتكر ان الناس كلها تخش فيها وتاخد مكانك. لا، الناس بتكسل. فهي فعلا الناس في الطبيعي تقدر توصل اللي هي عايزاه، بس هي ما عندهاش القدرة على الانضباط والالتزام اللي يوصلها للحاجة اللي هي عايزاها. وده بالظبط اللي يحصل مع الذكاء الاصطناعي مهما وصل، ان في ناس هتكسل ان هي برضو تعمل الموضوع ده، فهتوكله لحد تاني، وهيكون الاقرب ان هي توكله له هو الجرافيك ديزاينر. فانتوا اطمنوا، كسل الاخرين هيساعدكم في حاجات كتير. لكن اغلب الناس بتبقى عارفه ان الحاجه سهله، وبتبقى عارفه ان هي في قدامها اوبشنز كتير تستخدمها تسهل عليها الدنيا وما بتعملهاش. ومجال الجرافيك ديزاين والمجالات الابداعيه واسع جدا ويستحمل كتير، لان هو تقريبا مجال مفيش حد يقدر يستغنى عنه. فخليك مطمن، والرزق ده ربنا هو اللي بيبقى كاتبه لك. فلو حد دخل المجال او حد خرج من المجال مش هيأثر على رزقك في شيء. وفي حاجة تاني معلش انا عايز اتكلم فيها بخصوص الفن والابداع والحاجات اللي مزعلة الناس قوي دي. انا عايز اقول لكم ان جزء كبير من الموضوع ده قايم على الوهم. فحتى اكثر الاعمال الفنية ابداعا بشكل كبير ساعات بتبقى قايمه على الاتفاق. يعني احنا متفقين ان الحاجه دي كده، ففي اتفاق على ان الابداع ده غالي، فما بيبقاش الموضوع فني. يعني في الاول وفي الاخر ما بيبقاش الموضوع فني، هو مجرد بيع الوهم للناس. فياريت تخليك موضوعي وما تساعدش على الفكره دي. ولو الناس مش مصدقاني وحاسه ان انا بقول اي كلام، ففي حلقة أنا كنت شايفها قريب والله لشخص محترم جدا عاملها عن الوهم والفن، وهو كان ملخص فيها حاجات كتير بقى الواحد كان عارفها، بس هو لخصها في حتة واحدة وجاب أمثلة حية. فالحلقة دي مفيدة جدا لو انتوا عايزين تفهموا الموضوع ده أكتر، فممكن تتفرجوا عليها. هسيبها لكم في الاي اللي فوق دي. فاعذروني بقى، الكلمتين دول كانوا محشورين في زوري وانا كنت عايز اقولهم. ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.